قبل ما أبدأ حابب أقول لكم حاجة صغيرة. الحلقة دي طويلة شوية فحقكم عليا. سبب بسيط، دي حلقة انترفيو معايا أنا، عشان اللي بيتفرج يعرفني أكتر ويفهم ليه اخترت أتكلم في المواضيع دي أصلا. لو دي أول مرة تشوفني أو تسمعني، الحلقة دي هتخليك تفهمني أكتر، ولو مكمل معايا من زمان هتعرف حاجات عمرك ما عرفتها. بس خلي بالكم، أنا هعرف مين اللي مش هيكمل الفيديو. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم تاني الحلقة الثالثة ان شاء الله، بس الحلقة دي مختلفة شوية. الحلقة دي شخصية هنتكلم عني، عشان كتير منكم سألوني ايه الثيم للبودكاست نص مخ. انا عايز اتكلم عن ايه. ناس كتيرة جدا جت الحمد لله، يعني ان الواحد بيجيله فيدباك وفيدباك كويس، بس الناس قالت لي انت عايز ايه، عايز توصل ليه. فانا النهاردة هعمل حاجة بطريقة غير مباشرة، اعرفكم عليا الاول، بس عشان في ناس كتير قوي حتى القريبين مني ما يعرفوهاش عني. انا كتبت شوية اسئلة، بس في اسئلة تانية كتبت انا ما اعرفش حاجة عنها، فاوعدكم ان انا احاول اجاوب على قد ما اقدر، واحاول برضو ان انا ما اعملش مونتاج وما اقطعش اسئله كتير. قبل ما ابتدي وقبل ما اخش احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. الاول خلاص احنا النهارده ليله راس السنه، ان شاء الله السنه الجايه تبقى سنه سعيده عليكم، بس مش السنه هي اللي هتبقى سعيده، انتوا اللي في ايديكم مفاتيح اللعب. ف 26 زي 25 زي 19 جزء كبير جدا منها اللي احنا بنعمله، القرارات اللي احنا بناخدها واختياراتنا. انا مفيش حاجه بتستفزني اكتر من البوستات اللي موجوده، اللي فيه صحابي كتير جدا، واتمنى هم ما يزعلوش مني ان انا اقول الكلام ده، ويجي يقول لك يا 25 انت كنت وحشه، انت كنت. دايما بتيجي في اخر يومين قبل النيو يير، وبعد كده نقول يلا 26 انا مستنيكي. ما هي 26 مش هتعمل حاجه، دي سنه ميلاديه هجريه صينيه اللي هي سنه الفار بتاعتك انت. بس انا بقول لكم هي عندكم انتوا، مش عند السنه والله. يعني لو حطينا شلنا السته وحطينا 8 9 10 بتاعتكم انتوا، مش بتاعت السنه. اللي عايز يروح الجيم اتفضل يروح الجيم، اللي عايز يصلي، اللي عايز يهتم بصحته ياخد كورسز ويبقى احسن، اللي عايز يعمل حاجه بناءه يعملها، يخلي السنه بتاعته ملهاش علاقه بيوم 31 12 الساعه 12 ويقول بعد كده انا بكره هبتدي كذا. لا، السنه الماليه مختلفه كل السنين. يعني احنا يا جماعه السنين دي احنا اللي عاملينها، ملهاش علاقه بارقام تماما، ليها علاقه بانت عايز ايه وتقدر تبتدي امتى. في ناس السنه الجديده بتاعتهم ابتدت من اسبوع من شهر. اهم حاجه تبقى مبسوط ويبقى عندك زرار الرضا. تمام، سمعتها من حد شخص محترم وقال لك الاوبشن وزرار الرضا اللي موجود، لو انت راضي على اللي انت بتعمله مش هيفرق 26 من 25. اهم حاجه تسعى وربنا يكرمك وتعمل وتبذل قصارى جهدك، ساعتها 26 هتبقى جميله، واي حاجه هتيجي في 26 فهي جايه من ربنا، واللي بيجي من ربنا خير. بس يلا بينا نبتدي. ارمي عليا الاسئله. الاسم والسن. احمد سعيد، يعني ما اعرفش اقول السن ولا يعني السن المفروض حاجه مش ما تعبش اي راجل، بس عندي 41 سنه. حلو، اوصف نفسك كطفل. الطفل ده يعني اللي هو لغايه 8 9 سنين 10 سنين، طفل هادي، طفل ظريف ما بيعيطش كتير، وطفل سعيد. يعني انت كنت شايف نفسك طفل هادي ولا رخم؟ لا هادي، هادي طبعا لغايه 10 سنين هادي. من 10 سنين فيما فوق اللي يعرفني كويس يجاوب. انا مش مصدقاك، بس ماشي. عملت حاجه وانت طفل صغير بتتكسف لما تفتكرها؟ وانا صغير بتكسف؟ عملت طبعا مش بتكسف اما افتكرها، ولكن في مواقف محرجه كتيره جدا. وانا طفل مثلا، انا كان عندي 3 سنين واختي عندها سنه، وكانت في البيبي سيت، نطيت على وشها وهي نايمه في البيبي سيت ليه معرفش، واتصورت فيديو وتوقعوا لي ان انا هبقى قاتل متسلسل، بس الحمد لله ربنا كرم وماشيين جنب الحيطه. بس ده كنت طفل صغير قوي، يعني ما كانتش حاجه تتكسف قوي منها، لا حاجه وانت واعي عملتها واتكسفت منها. اتكسفت في بس للاسف مش هينفع اقول، مش عشان انا خايف، والله انا ما بخافش، واقول لكم كل حاجه، واصحابي اللي بيتفرجوا على دي هيبقوا عارفين القصص المقززه والبشعه دي، بس انا لو قلتها في الفيديو يوتيوب هيحذفها للاسف. يعني يعني في موقف كده، والموقف ده مش بعيد، يعني في 2017، وكسفت قوي قوي من نفسي. حاجه يعني هي مضحكه، بس للاسف انا لازم اتشيك مع يوتيوب الاول اشوف هينفع تتحط ولا لا، واوعدكم لو ينفع تتحط ما اعرفش احطها ولا لا برضه. احنا كلنا واحنا اطفال كنا بنحلم لما نكبر هنبقى كذا، لما نكبر هنبقى كذا. انت وانت صغير كان ايه حلمك؟ كان نفسك تكبر تبقى ايه؟ كان نفسي ابقى سوبر هيرو، كان نفسي اساعد الناس، كان نفسي اساعد كل بني ادم محتاج مساعده، ودي شخصيتي لغايه يومنا هذا. يعني انا من وانا طفل عايز ابقى باتمان، الشخص اللي معاه فلوس، ما اعرفش جابها منين طبعا، بس معاه فلوس وبيحاول يساعد الناس، ويساعد الناس في الخفاء، ما بيبينش وشه، ما بيقولش انا بساعد الناس. لغايه دلوقتي الرمز ده رمز باتمان اللي بيطلع بالليل ينظف المدينه من المجرمين، عمل معايا اثر كبير قوي وما راحش لغايه النهارده. حاسه ان ردودك كلها مثاليه، ما بتقولش الحقيقه. لا والله دي الحقيقة، أنا ما بكدبش، وإن شاء الله يعني الناس تعرف عني ده، لأن دي الخصلة الوحيدة اللي أنا ما بحبهاش.
طيب بما انك ما جاوبتش وانت طفل صغير، ايه اكتر موقف لما بتفتكره بتتكسف؟ قول لنا عن مشكله عملتها وانت طفل صغير. انا هحكي على المشاكل اللي ما ينفعش حد يرفع عليا قضيه فيها دلوقتي. اذكر كريم اعز اصدقائي ومتربي معايا. متقولش اسماء. ليه؟ متقولش اسماء بقى. ماشي. صديق، اذكر صديق. ما اعرفش والله كان عندي كام سنه، حتى كان عندي 13 14 15 في الاريا دي يعني. وانا وصديق من اصدقاء الطفوله متربيين مع بعض يعني. كنا بنحب نلعب بالسكاكين، ناس متربيه وكل حاجه، بس يعني بحب يعني كنت بحب شكل السكينه وانا صغير وكده. فصديقي جاب لي سكينه قعدنا نحميها. جالنا صديقنا ثالث كان اصغر مننا وقعد يقول لنا ان هي سكينه بلاستيك مش حقيقيه، وانا قعدت اقول له والله حقيقيه. يقول لي لا مش حقيقيه. قلت له طب هات صباعك. ومش هقدر اقول لكم اللي حصل بعد كده. دي بودكاست عنف كده. يعني رايحه في حته وحشه قوي. ما رحناش للسجن بعديها ولا؟ لا الحمد لله اتلمت. الحمد لله اتلمت. سؤال بقى عن الدراسة والمدرسة، كنت شاطر وانت صغير في المدرسة؟ كنت شاطر ومن الناس الشاطرة، بس كان والدي ووالدتي الله يمسيهم بالخير ويديهم طول العمر والصحة ما كانش عندهم الايديولوجي دي بتاعت انت لازم تبقى الاول او التاني، ولو ما طلعتش الاول تبقى انت فاشل. كان في قصة بس انا فاكر كلمة قال انا عايزهم يبقوا مبسوطين، عايزهم يتعلموا، مش عايزهم يبقوا الاوائل. لو الاوائل هيجيب لهم ستريس ويخليهم ناس مش طبيعية وتحت ضغط كاطفال، انا مش لازم يبقوا الاوائل. فده اداني نوع من الحرية ان انا وانا بذاكر ما احسش ان انا مضغوط. انا ما اتعنفتش وانا صغير سواء في مذاكره او غير. انا كان في قدر من التفاهم والتفهم والحريه، واتمنى ان انا اعرف اعمل ده مع اولادي، واشك ان انا اقدر اعمله. الحياه دلوقتي بقت سريعه وبقت فيها ضغوطات كتير، بس لا ما اتعنفتش، بل بالعكس ده حببني. يعني انا فاكر ان انا كنت كل ما بتنزل الكتب بتاعه المدرسه، الحاجات بقى للشباب دلوقتي ما يعرفوش عنها حاجه، كلها PDF وكلها PPTs وكده. لما كانت بتنزل كتب المدرسه كنت بحب اروح اجيبها اول واحد واقعد اقراها في الصيف في شهر 8 لغايه ما نخش، واحب ريحه الكتاب الجديد واقعد اتفرج على الصور. كنت دايما موهوم بالمعلومه والمعلومه الجديده والكلام ده كله. يعني لغايه ما سبت اول مدرسه كنت بحب الدراسه جدا وبحب المدرسين بتوعي. بعد ما نقلت المدرسه الجديده الموضوع بقى المدرسه بقى بالنسبه لي ما بقتش حاجه مهمه على قد ما انا محتاج اجيب درجات معينه عشان اعدي. كان عندي حب للمعرفه الغير دراسي. جغرافيا كنت بحب جدا في المدرسه، تاريخ كنت بحب جدا، فلسفه، علم نفس، الحاجات اللي انا حاسس ان انا اقدر استخدمها، البيولوجي، الاحياء، الحاجات اللي انا اقدر استخدمها في حياتي. اي حاجه تانية انا شايفها ما فيهاش منطق او doesn't make sense او انا مش هستخدمها بره في حياتي، بالطبيعه على طول ما كنتش ببقى مهتم بيها او انترستد فيها كطفل يعني. ايه الطفل المثقف ده؟ يعني مش مثقف بس بحب الاطلاع، بحب اقرا في اي حاجه وكل حاجه. احنا اخدنا بالشباشب وضرب، فاهم يعني كل حاجه عشان نطلع اوائل وعشان نبقى شاطرين في المدرسه. هي مش دي ده مش معناه ان انا بقول ان انت ما ينفعش تبقى الاول. لا انت عايز تبقى الاول، حاجه كويسه ان انت يبقى عندك حته تنافسيه ونفسك تبقى الاحسن لنفسك، مش احسن من حد. اهم حاجه تبقى احسن من نفسك اليوم اللي قبليه. وفي سنه رابعه قلت انا هبقى احسن من نفسي في سنه ثالثه. دي حاجه صحيه جدا، ولكن والدي ما حبش يحط فينا حته التنافس ضد الاخرين اللي بيخلي الناس او بيخلي التنافس يبقى غير شريف. يعني بيخلي الطفل يوصل ان هو انا محتاج ابقى الاول ايا كانت بقى، غش، اعمل. اذكر حاجه كده ان انا برضو من اقرب اصدقائي ابن صاحبه والدتي، كنا قريبين جدا من بعض. كنا قاعدين في الامتحان فكل اللجنه بتغش، بيكتبوا على الاستيكه ويبعتوها لبعض. رحت انا طالع مبلغ عنهم بعديها وانا طفل. فقعدوا يقولوا انت فتان ومش فتان، وهم ما كانوش فاهمين يعني ايه فتان، واحنا ما كناش فاهمين يعني ايه فتان. كنا فاكرين فتان دي اللي بيقول للمدرس مش اللي بيثير فتنه. بس انا كان عندي دايما والدي حط فيا حته النجاح باستحقاق، ولو انت عملت اللي عليك انت نجحت، النتيجه مش عندك. ولكن الاول والتاني والتالت والخامس والعاشر دي مش في ايد الطفل ومش بتاعت الطفل. المفروض الطفل ما نوصلوش الاحساس ان انت اللي بايدك تجيب الاول، لان لو حصل ان هو ما جابهاش ده معنى كده بيبص لنفسه بنظرة انا فشلت. ولكن اللي احنا المفروض نسترس عليه ان هم يعملوا اللي يقدروا عليه. فما يعملوا اللي يقدروا عليه، النتيجة نقول لهم عند ربنا مش عندكم. هتكلم فيها باستفاضة اكتر في حلقة تانية ان شاء الله. هنتكلم فيها عن التربية. انا هرجع لورا شويه كده. انتوا من الجيل الطيب اللي كانوا بيغشوا على الاستيكه، على الاستيكه وعلى الديسك وعلى الكالكوليتر يعني. اوكي طيب. دلوقتي الشباب مضينا تشات جي بي تي. مش بس تشات جي بي تي، يعني في طرق تانية بس مش هنقولها عشان احنا مش هنشجع الناس على ده يعني. صح. بس استيكه دي جيل الطيبين ده يعني. طيبين لان هي بتكتب 3-4 سطور ولو عرفت تشوفها، وقلم جاف وحاجه بشعه يعني. بوظنا اندستري كامله من الاساتيك اللي بيصنعوها عشان نكتب عليها.
طيب ننقل شويه على فتره المراهقه. يلا. احكي لي شويه عن فتره المراهقه بتاعتك، كانت عامله ازاي؟ يعني كانت شقيه، بس بالمقارنه باصدقاء ليا كتير وبمقارنه بشباب كتير في نفس الوقت ده او سن المراهقه اللي احنا بنشوفه دلوقتي وبيعملوا ايه، لا احنا كنا غلابه جدا. ولكن كان طبعا يعني كنا اشقيه وبنحب المغامرات وبنحب نعمل حاجه جديده، ودايما في مشاكل ودايما في خناق، بس احنا كنا بنعمل حاجات حلوه. يعني انا فاكر ان احنا مره خدنا العجل من النزهه الجديده وطلعنا لغايه اكوا بارك، وعجله صديق لينا فست في النص هو اجبرت ان هو يكمل بيه وهي مفسيه، وحاجه يعني حاجه بشعه. يعني في حاجات انا بفتكرها كده بخجل فعلا، دي حاجه من الحاجات اللي بخجل فيها. بس كانت مراهقه يغلب عليها التدين والرياضه، ودي كانت حاجه والدي ووالدتي حطوها فيا، والمدرسه كمان، لان انا كنت في مدرسه اسلاميه لغايه اولى اعدادي تقريبا. النزعه دي كانت عندي قويه. وانا فاكر بابا قال لي في يوم من الايام وانا صغير، يعني اما بساله السجاير واللي بيشرب سجاير واللي بيشرب شيشه مش عارف ايه بيشرب كذا 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 واللي بيعمل كذا كذا كذا، هو عارف ابنه التريجر بتاعه او الزرار، فقال لي لو انت عملت كده زي اصحابك انت هتبقى ضعيف. وانا بقى كانت حته السوبر هيرو والقوه، وانا لازم ابقى صحي ورياضي ولازم ابقى قوي جدا والكلام ده كله، ده حط الموضوع في عقلي الباطن، فخلاني خاف اعمل اي حاجه تمس بصحتي. فدي سبب كبير قوي من الاسباب ان انا عديت بفتره المراهقه باقل الخسائر، على غرار ناس كتير اعرفها. يعني ربنا يعني يرحم اللي توفى منهم وربنا يكرم اللي لسه موجود. هو يعني حلو ان انت فترة المراهقة كنت مهتم بصحتك وكده، بس اكيد في حاجات، يعني انا عارفة عنك حاجات كمراهق، يعني لا انت كنت حبيب بقى. يعني لو انت يعني لو انت عايزه كده خلاص، لو انت قاعده بتلفي وتدوري وراها مش بس حبيب، شيل. يعني انت كنت الليدر او القائد في حاجات معينة لاصدقائك كلهم، يعني حاجات ما تجيش على دماغ بشر او انسان يعني يعني. اي طيب ماشي اوكي، انت بتحاولي تنبشي وبدري قوي على القناه ان انا انبش صراحة في الحاجات يعني دي، ماشي. كنت اي شيء فيه اذى يعني اي شيء فيه اذى كان دايما انا ببقى العقل المدبر وراه. والمره الوحيده اللي ما كنتش العقل المدبر، اخويا الصغير وصديق عمري كان هو العقل المدبر، وهو شايفني دلوقتي وهو عنده اولاد دلوقتي، فمش مش هفضل اقول اسمه. قرر يحط في ازازه بيبسي، ازاز كان زمان ازازه البيبسي بتتباع في ازاز، قرر يملاها كلها بارود ويروح ما بين عمارتين ويلم صحابنا كلهم، والحمد لله انا ما كنتش موجود، ويرموا جواها صاروخه ويرموا جواها كبريت. انفجار، عمليه ارهابيه حصلت، انفجار حصل. انا يعني احنا كنا العماره مثلا تبعد 50 60 متر عنها، احنا سمعنا انفجار غير طبيعي وحصل له يعني اتعور وبتاع والكلام ده كله. وانا بقى كنت يعني نفس الحاجات، تعالى بقى كلنا نركب على كبوت عربيه حد ويحاول يوقعنا ونقع ودماغ حد تتفتح والتاني دراعه يتشوه، وقصص كتيره جدا. يعني لو حبيتوا ان انتوا تسمعوها نعمل لها حلقه عن الطفوله بس. انت حاولت تلم الموضوع شوية، بس انا مش هضغط أكتر. بدبلوماسيه. تمام، بدبلوماسيه. مفيش مشكلة. نتعمق شوية بقى في شخصيتك. مين كان ليه التأثير الأكبر في حياتك وليه؟ والدي ووالدتي. وليه بقى طويلة قوي يعني، بس لو يعني باختصار يعني. لو اختصرها، مهد الثقافة بالنسبة لي، معلوماتي اللي كنت باخدها من والدي ووالدتي، كان هي دي مصدر معلوماتي. أدين لهم بكل حاجة أنا اتعلمتها حلوة، ولا أدين لهم بأي شيء يعني أنا عملته سيء في حياتي، لأن هم كانوا ليهم التأثير الأفضل عليا. والدي صحفي وما شاء الله يعني عليه، عنده بالانس ما بين الدين وما بين الحياة وازاي تعيشها، ربنا يكرمه. يعني زرع الدين جوايا وزرع ربنا وزرع حب ربنا وحب كل شيء، هو كويس وحط فيها مبادئ جميلة جدا. أتمنى أن أنا أعرف أعمل ربع ده مع ولادي. طيب أنا سألتك مين كان ليه التأثير الأكبر في حياتك وليه، وانت جاوبت. ده عشان أنا كنت قريت حاجة كده بتقول إنه كل شخص كل فترة بيبقى نسخة جديدة من نفسه، يعني النسخة السنة اللي فاتت بتاعت نسخة مختلفة عن السنة الجديدة وهكذا. فهسألك سؤال، انت حاليا عايش أنهي نسخة منك؟ يعني يوصف لنا النسخة بتاعت دلوقتي، مش اللي قبل كده، مش الطفولة ولا المراهقة، يعني حياتك كلها، التجارب اللي انت مريت بيها. دلوقتي انت في نسخة جديدة جدا عليك، داخلين بيها 2026، فقول لنا النسخة الجديدة اللي انت داخل بيها 2026. اوكي طيب، هي صدمة هتبقى للكل لان انا ما عنديش نسخ، انا عندي ادابتيشن. يعني ايه؟ يعني كل فترة في حياتي فيها يعني، او لغايه اما شخصيتي اتبلورت يعني واصبحت كامله، اللي هو خلاص بقيت عارف انا مين وبعمل ايه والكلام ده كله. بس انا هو احمد
الطفل اللي عنده 19 سنين لم يتغير شيء، ولكن adaptation. يعني حتى مش هقول نضج، لان يعني انا ضد تعريفات معينه للنضج كده بقت ممله جدا. يعني ايه؟ مش عشان واحد يقول عليك ناضج فلازم تبقى واقف ومتنشي كده وبتحسب كلامك قبل ما تقوله والكلام ده كله. لا، انا حر، انا بقول اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه، طالما لا اجرح شخص او اجرح مؤسسه. انا هفضل نفس الطفل اللي كان عنده 9 و10 سنين، بنفس الحماس، بنفس حب الحياه، بنفس حب الناس، بنفس الباشن للحاجات اللي انا بحبها. واي بليف وانت حكم على ده ان انا الطفل اللي جوايا بيطلع كتير جدا ما بيتغيرش. طبعا يعني انا ممكن اقول ان انا نفس الطفل عنده 9 و10 سنين بس هلكان بقى دلوقتي. يعني انا دلوقتي التغير الوحيد ان انا هلكان تعبان بس، يعني محتاج انام اكتر، لكن غير كده انا ما اتغيرتش ومش هتغير. ورافض حته انت ممكن تتطور، يعني تطور في شخصيتك زي ما انت عايز. احنا يا جماعه كائنات متطوره، بنتطور. انا مش ضد ده، هنتطور وهنبقى احسن، وبل بالعكس انت المفروض يعني عقلك الواعي والباطن يقرروا ان انا هبقى احسن في شيء، وده عادي. مش هقول لك لا، ما انت شخصيتك هتفضل زي ما هي، جزء كبير جدا بيفضل زي ما هو وبيبان تحت الضغط وتحت الازمه والتراما او الفرح قوي او الحزن قوي. فلو انا هقيس على نفسي اكيد اتطورت، اكيد فيها حاجات فيها اتغيرت، ولكن يظل احمد سعيد هو نفس الطفل اللي كان موجود من هو عنده 10 سنين. يعني اوافقك الرأي، بس هقول مثلا 80% بتفضل هي الحاجات اللي انت اتربيت عليها، 20% بتبقى زي ما انت قلت مش adaptation او تعود، بيبقى خبراتك في الحياة او المواقف اللي انت مريت بيها بتغير لك نفسيتك او بتغير لك طريقة تفكيرك. عشان كده بقول انه 20% دي بتفضل موجودة معاك كنسخة منك بتتغير كل يوم، كل سنة، كل ساعة، كل ماشي، دقيقة. ما اختلفناش، تتغير بقى، تأدبت انت، يعني زي ما تحبي تسميه. طيب بما اني معرفتش افكك لحد دلوقتي وشخصيتك كل ده ما الجد هي اتفكتش شخصيتك الجد هي اللي مكمله معانا، ولا اي جد والله قولي خالص. بقى انت شخص واخد الدنيا ازاي، جد ولا هزار؟ لا، هي الدنيا ما تتاخدش جد تماما. انت في اكبر لعبه بالذات يعني مش بالذات، هو التاريخ بيفضل يعيد نفسه. يعني فاحنا في فيلم كوميدي كبير جدا، الدنيا قد كده وبتعدي بسرعه جدا وفي ثانيه. فبفكر نفسي دايما عشان بس ايه، عشان ما حدش يفتكر ان انا بوعظ لا لا خالص، انا بعيد. انا يعني ما شاء الله ما فيش خطأ ما عملتوش يعني، واندم عليه طبعا. بس الدنيا صغيره قوي، هزار يعني ايه؟ عشان الناس برضو ممكن ما تفهمش يعني ايه جد ولا هزار. لو في شيء يستدعي ان انا افكر فيه بجد يستدعي، وده حاجه بيبقى يعني ليها علاقه بشغل، ليها علاقه بالاهل، بالاولاد، بالكلام ده كله، بجد. غير كده مفيش شيء يستاهل ان الواحد يزعل عليه ويضايق نفسه ويخش ويكتئب لو عرف. زي ما انا قلت لكم الحلقه اللي فاتت ان انا بعد كام سنه، بعد 50 60 70 سنه، محدش بيفتكر حد، والبيوت بتتغير والاماكن بتتغير. لو نزلتوا في القاهره او في اسكندريه او في اي محافظه وجيتوا شفتوا كتبتوا على جوجل صور محافظه القاهره سنه 2015، مش هقول لكم بقى ايه سنه 2000 ولا سنه 90 ولا 80، مش هتعرفوا الشوارع. طب انا ليه بقى افضل استثمر عواطفي وستريس وضغط والكلام ده كله على حاجه اصلا زائله؟ الكمال والبقاء يبقى ربنا بس. اي حاجة تانية طالما بعيدا عن كل الحاجات اللي لا قدر الله او بعد شر عن اي حد، يعني حاجة وحشة لحد يخصك، فهي زائلة. لا ستريس عشان شغل وشغل مش بتاعي اصلا وبروح اشتغل من 9 ل 6، ستريس عشان كنا عايزين نخرج وما خرجناش، او حد كلمني وما ردتش، او انا كلمت حد وما ردش. الكلام ده انا بشوفه ضرب من الجنون، يعني من الجنون ان حد، وانا وصلت لده بدري، مش هقول لكم بس يعني مش بعد ما بقى عندي 40 سنة وصلت لده، لا، ان انا اكلم حد وما يردش عليا وابقى انا ستريس وانا متضايق والكلام ده كله. ايه ده؟ احنا بنعمل ايه؟ انت لو حياتك 20 30 50 سنه كل سنه وانت طيب، ضيع بقى منها عشان ما فيش حاجه راجع منها. بس انا اتمنى اكون شخص اعرف ما اخدش كل حاجه على اعصابي، يعني دي هبه من ربنا وسكيل يعني مش عند حد. طيب ايه الحاجه اللي كنت بتعملها طول عمرك واخيرا غيرتها؟ دي يمكن مفاجاه لاي حد يعرفني بما فيهم انت، لاي حد، لبابا، لماما، لاي حد. انا طول عمري ما بكملش حاجه للاخر، ولا مشروع ولا مذاكره ولا علاقه ولا اي شيء، مع اني انا ممكن اكون اقوى واحد بيبتدي، اقوى واحد. يعني انا ممكن اشجع حد ينط من الطياره، بس ما كنتش بكمل حاجه ابدا. وكانت عندي افكار دايما الماظ، بس ما بكملش. ومن شهر بس اتحطيت في ظروف وقعدت قاعده مع نفسي وقلت انف. يعني يا انت راجل بقى زي ما انت بتقول وكلمتك سيف،
يا اما بص لنفسك في المرايه وقول انا بتاع النص بس، النص بقى نص الاكسكيوشن، او يعني نص الفعل، نص كل حاجه، نص التنفيذ. نص التنفيذ ونفذت. وديني بكلمكم عشان كده بقول لكم ما اظنش ان في مستحيل. انا ما كنتش بعمل ده عن عمد برضو عشان ما حدش يفتكر ان انا لا، انا كنت اما برجع لورا بالزمن يعني حاجات كتيره جدا كان نفسي اكمل فيها. كنت بلعب كوره كان نفسي اكمل وما كملتش، كنت بلعب فولي كان نفسي اكمل وما كملتش. انا بقول لكم على الرياضات اللي انا كنت كويس فيها. كنت بلعب جمباز كان نفسي اكمل وما كملتش، كنت بلعب كيك بوكس وموي تاي وكان نفسي اكمل وما كملتش. يعني كنت اون نف بس يعني ما خدتهاش جد. وانا ما اعرفش الترم بالعربي هترجمه والله اوعدكم. يعني I did not see through اي حاجه، اي شيء. كان لازم اللي قدامي لو في حد لو علاقه مثلا لازم الشخص هو اللي يبادر ويلا نعمل ويلا كذا كذا كذا. لو خارجين شوف عايزين نروح فين ونعمل، وانا دايس. كلمتي دايما انا دايس عشان اريح نفسي من التنفيذ. كان دايما عندي افكار كتيره جدا حلوه اعملها لنفسي على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العملي، بس الزرار ما كنتش بدوسه لغايه اما ابتديت. الحمد لله. نص مخ. نص مخ. ايه الخصلة اللي يمكن تتقبلها في حد؟ هو في خصال كتير بس لو احنا هنختار خصله واحده صح؟ الكذب. انا بالنسبه لي كذاب جبان، والجبان لا يؤتمن ولا يعتمد عليه. يعني انا لو واحد جنبي كذاب فهو جبان. يعني ليه؟ انا مش بتكلم بقى في كذب شهاده زور مثلا ولا في المحكمه، لا انا بتكلم على واحد الطبيعي بتاعه ان هو انا ما يعني انا عارف ان ناس كتير قوي بتعمل الكلام ده، بس انا بقول لكم ازاي بتتبني ده. يعني كان انا فاكر كان بابا دايما يقول ما تقولش ان انا مش موجود، او ما تخليناش نقول ان انت مش موجود ونكذب على لسانك لو حد بيكلمك في التليفون. هو ما كانش بيقول ده عشان اللي بيكلمني وزير واحنا صغيرين، لا هو كان بيكلمني ده عشان ما يحطش جوايا حته سهوله واعتياد الكذب، ان انا بقى كذبه بيضه كذبه عاديه. ما انا ممكن اقول اصل الناس بتجري وراك اقفل تليفونك او حط سايلنت وما تردش، وعود الناس ان حذاري ان حد يسالك انت كنت بتعمل ايه. ومره في الثانيه في الثالثه اما تديهم الصراحه في وشهم. يعني لما حد يجي يقول لك انا كلمتك 3 4 مرات ده مش معناه ان انت مش مهتم باي ذا واي، يعني هي مالهاش علاقه بالاهتمام خلاص والحب. انا لو بحب شخص والشخص ده غالي عندي وبعتبره صديق او اخ او اخت او ايا كان، فهي دي خلصت خلاص تشيك، مش محتاج اثبتها كل يوم. واولوياتي دي ليا انا، اولوياتي ليا انا، ومش محتاج ان انا اشارك مع حضرتك، ومش محتاج ادي عريضه والله انا يوم الثلاث الموافق مش عارف كام مارس كنت بعمل 1 2 3. لا خالص، مش هكدب ومش هتجبرني ان انا اكدب. ولو انت كلمتني وسالت السؤال اللي انا محرمه يتسال لي انت كنت فين، او انا كنت بحاول اكلمك او كلمتك كذا مره، معلش. بس الناس بقى اللي اعتادت على ده من زمان، لا اصل انا كنت نايم، اصل انا كنت كدبنا ازاي. وانا حاولت قبل كده على فكره، حاولت. انا اصحابي عارفين كويس قوي ان ما حدش يخش كمين معايا. لو دخلت كمين معايا لو الظابط سالني سؤال انا قريت ما بكدب. مش يعني ليه؟ سبحان الله. يعني بابا قدر يعمل حاجات كتيره قوي بطريقه غير مباشره، وماما ان هم يحطوا حاجات بطريقه غير مباشره في عقلي الباطن، ان انا لو انا كدبت فده لود على اعصابي وستريس على اعصابي، لان انا محتاج افتكر ان انا كدبت اليوم الفلاني، فهكدب على 1 و2 و3 و10 و20 وافضل بقى ماشي حياتي كلها اصل انا كنت نايم، اصل انا كنت مسافر، اصل انا التليفون فصل، اصل انا ومقضينها كده. انا هذا الشخص اللي احترمه وما بقولوش ان انا ما بحترموش، يعني لسه بعرفه كل حاجه، ولكن مش هقعد لكل شخص اعرفه انا بعرف الشخص بحلو وبوحشه، فمش هقعد اقول لكل واحد لا انت ما تكذبش لكن انا دي الخصله الوحيده اللي انا بمقتها في البني ادم. انا اي اجري برضو، يعني انا بتفق معاك جدا في موضوع الكذب ده. بس في ناس بقى انا بالنسبه لي بتستفزني اكتر اللي هم الكذابين، وعارفين ان هم كذابين وعارفين ان هم بينسوا وبيكملوا عادي. يعني هم عارفين ان هم نسيين وبيكذبوا بس عادي مكملين، ما عندهمش مشكله. يعني حسيت انه واحنا صغيرين شويه لما كنا بنكذب كنا بنتحرج بعدين لما تتقفش كذبتنا. دلوقتي انا بحس ان الناس عادي بتتكشف وعادي ما عندهمش مشكله يكملوا ويعيشوا. نخش شويه بقى على حاجات سريعه كده سهله لذيذه. يلا بينا. حلمك الشخصي ايه؟ حلمي الشخصي لو انا فعلا حد بيقول لي معاك امنيه واحده، فعلا لو انا بقى هنزل تحت قوي عشان اشوف الحاجه اللي هتخليني مبسوط، ان مفيش حيوان يدفع ثمن تطور البني ادم. مفيش حيوان يموت، مفيش حيوان يتقتل، مفيش حيوان يتعذب، عشان عشق خاص للحيوانات، بحبهم وبحب اقضي معاهم وقت اكتر من البني ادمين. انا متاكده من لونا. طيب خلاص، يعني عشان ننهي الحلقه كده بكام سؤال، عاوزين نعرف الناس عن البودكاست. ايه هدفك من البودكاست؟ يعني عايز الناس بعد ما تتفرج على كل حلقه تحس بايه؟ انتوا بعد كل ده لسه ما عرفتوش؟ البودكاست ده كان نفسي اعمله من 2020
يعني كان نفسي ابتدي من 2020. اول حلقه شفتها لواحد اسمه جو روجن، ده يعتبر الاب الروحي للبودكاست. يعني انا كنت دايما بشوف البرامج ان في تكلفه، يعني في او متكلفين جدا، يعني القعده ومظبوطين وميك اب وسماعات وحد بيلقن واعداد فيلم هندي. انا دلوقتي 3-4 حاجات قدامي خلاص عرفت اعمل ده، وغيري عمل قبل ده ونجح. فكان نفسي اطلع اتكلم مع الناس. يعني انا كان ناس كتيره جدا قالوا لي ان احنا بنحب نتكلم معاك. كنا دايما يعني بنقعد مع اصدقاء عمري في مصر او هنا، الناس تقول لي يا ريتنا كنا حاطين مايك واحنا قاعدين بنتكلم، بتبقى ضحك بقى وصف، يا اما بتبقى معلومات بقى عامه وشفتوا ده حصل ايه وشفتوا ده ايه. لان انا دايما بطلب من اللي بيقعد معايا حاجه من الاتنين: يا قاعده كلها ضحك وتطول العمر ونقعد نضحك كلنا وننسى الدنيا، يا اما قاعده مفيده، واحد يقول معلومه ايه ده اتعلمت انا حاجه جديده وطلعت منها. امقت واكره وتقلب بطني القعدات اللي فيها كلام عن الناس، حاجه يعني قمه القرف. البودكاست انا حسيت ان قيم المجتمع اللي احنا فيها في العالم كله بقى، يعني سواء مجتمعنا او المجتمعات الغربيه، القيم ابتدت تفيد اوت او تبعد بعيد جدا وما بقيناش نشوفها. يعني ما بقيناش نتصدم لو حد بيكذب بيسرق بيقتل بيزور، بقت واقعها علينا عادي، اللي هو زي ما بتسمع اي خبر. وده السوشيال ميديا بتعمله، الماشين بتاعت السوشيال ميديا، ما وراء السوشيال ميديا بيعملوا حاجه اسمها نورماليزيشن، ودي هتكلم عليها في حلقه تانية باستفاضه. فاما انت توريني حاجات كتيره قوي سلبيه او غير اخلاقيه لمده طويله، عينيا ومخي بياخدوا عليها، ودني اللي انا بسمع بيها. فانا خفت جدا، قلت طب ولادي بعد 20 سنه من دلوقتي مش عايزهم في يوم من الايام يقعدوا قاعده كده هم واصحابهم ويقولوا ياه فاكرين الناس اما ما كانوش بيخونوا وكانوش بيكذبوا، وكان يقول لك اللي بيسرق ايه ده بص وبيتحبس وبتاع والكلام ده كله. لان مفيش حاجه بعيده بالترند وبالريتم اللي احنا ماشيين فيه. انا لا استبعد اي شيء ولا استثني اي شيء. مفيش حد يقول يا لا مستحيل وبتاع، لا هو مفيش حاجه مستحيله. جيل محترم قوي بينشئ جيل مبسوط، فالجيل المبسوط ده بينشئ او يعني الجيل القوي بينشئ جيل ضعيف عشان بيبقى عنده كل السبل. الجيل الضعيف ده بينشئ جيل يقعد في مشاكل كتيره جدا، بينشئوا بعديها جيل قوي وهكذا. فانا بعمل بودكاست بحاول اتكلم فيه على الحاجات اللي ما اظنش ان ناس كتيره اتكلمت فيها بامانه. يعني انا هكلمكم وهبص لكم في عينيكم وهكلمكم بصراحه، اللي انت بتعمله ده غلط ووحش، تنفر منه كل المجتمعات والاعراف والاديان. فانا عايز اعمل حلقات للقيم الجميله اللي كانت عندنا والحاجات السيئه اللي احنا بنشوفها في مجتمعنا وازاي نصلحها، عشان افكر الناس وفي يوم من الايام لما اولادي يرجعوا يعرفوا ان ده كان في كذا. ولو انا احتجت اعرف او لو انا دخلت في موقف يشابه ولادي او غير ولادي، يشابه الموقف اللي احمد سعيد كان بيتكلم فيه، انا اعرف اعمل ايه. ده السبب الرئيسي اللي خلاني حابب اطلع اتكلم عن القيم وعن الحاجات اللي احنا نسيناها، واتكلم عن الحاجات اللي انا بحبها، واتكلم عن خبراتي الشخصيه. عندي حاجات كتير، عندي قصص كتيره جدا ممتعه، بس انا للاسف محتاج افر كده في القصص واشوف ايه اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش يتقال. اللي ما ينفعش يتقال ده المضحك بقى، وده اللي جامد، وده اللي هنتعلم منه وكل حاجه. بس لازم اشوف حاجات ما الاقيش البوليس بيخبط عليا ويقول لي اتفضل شكرا لاعترافك على الهواء. حاسه انه هدف البودكاست نبيل جدا. يا رب يطلع نبيل. يعني انا اتمنى ما كنتش اطلت عليكم. دي كانت حاجه كده صغيره عشان حبيت اقول لكم بطريقتي انا. كل سنه وانتم طيبين، فقلت اعمل حاجه مختلفه. وان شاء الله الحلقه اللي جايه جميله ويعني حلقه كده مستني من جوه. كل سنه وانتم طيبين. 26 زي 25 زي 24، احنا اللي بنقرر نبقى احسن ولا لا. فما فيش يا رب 26 تيجي وبعد 12 فجأة بقينا أبطال عالم. لا، البطل هو اللي هيقرر النهاردة أو امبارح أو بكرة. فكل سنة طيبين، قربوا للناس أكتر. وفي السنة الجديدة بدعي ربنا، يعني خلوا بقى السنة الجديدة الغيب اللي احنا ما نعرفوش في السنه الجديده اللي احنا بندعي له على انستجرام وفيسبوك ان 26 تيجي اظرف. ندعي ربنا بقضاء حوائج الناس، بشفاء الناس، بقضاء ديون الناس، بنصره اخواتنا، بان الحب يعم في الارض كلها، ان ربنا يرزقنا كلنا الصحه والقرب منه ويغفر لنا ويعفو عنا. دي الحاجات اللي احنا محتاجين ندعي ليها 26، عشان الحاجات دي بندعي فيها فوق، بنطلعها فوق. اي حاجه تانية على الارض بتاعتك انت تسعى ورزقكم في السماء وما توعدون. مش هنا، انت هنا بتمشي بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.